تحدي 28 يوم عمل قلبان، ولحد دلوقتي مفيش حد جربه غير وبعت فيدباك قوية جدا. 90% من اللي استخدموه ادوني نتائج هايلة. طيب وال10% اللي استخدموه ما جابش معاهم النتائج دي، تعالى اقول لكم ايه المشكلة اللي حصلت معاهم. ازيكم؟ انا بسنت سالم، وعايزه انبهك ان ما ينفعش تكوني بتشوفي الحلقه دي وانت ما شفتيش تحدي 28 يوم لبشره نضره صافيه كريستاليه نقيه. طيب مين اللي التحدي 28 يوم عمل معاهم مشاكل؟ خليني الخص لكم في كذا نقطه ايه اللي مش طبيعي تكوني بتعمليه في تحدي 28 يوم يديكي نتيجه عكسيه للتحدي. واول نقطه هي الغسول اللي بتستخدميه ممكن يكون مش مناسب لنوع بشرتك، وده هتعرفيه لما اول مرة تستخدمي الغسول قبل ما تعملي اي حاجة يطلع لك حبوب. كده انت عملتي حاجة غلط في بشرتك. طيب الغسول ازاي ممكن يكون مش مناسب لنوع بشرتك وتعرفي ده ازاي؟ اول حاجة هتحددي نوع بشرتك بالطريقة اللي احنا قلناها قبل كده في حلقة الغسول. تاني حاجة تشوفي ريفيوهات عن الغسول ده، هل الغسول ده من الشائع عنه ان هو يطلع حبوب مع اول استخدام؟ لان في غسولات قوية زي لاروش فاكلار بتطلع حبوب قوية جدا مع اول 3-4 مرات استخدام، وبعدين بتظبط. لكن الغسول لو طلع لك حبوب وما راحتش يبقى المشكلة في اختيارك للغسول. رقم 2 المرطب الدهني مش مناسب لنوع بشرتك. قلت لكم قبل كده ان المرطبات الدهنيه بتتدرج وبيختلف انواعها، بس علشان احنا مش في متاح ان احنا نقسم لكم كل المرطبات الدهنيه فقلت لكم على طريقه الخلط. طيب طريقه الخلط دي على حسب نوع بشرتك انت بتخلطي. فالمرطب الدهني لو دهني قوي يبقى بنزود المرطب المائي، لو دهني عادي يبقى بتستخدميه هو بكميات متساويه. دلوقتي انت بشرتك دهنيه، ليه تستعملي فازلين؟ اكيد انت مش محتاجه الفازلين، اكيد انت محتاجه مرطب دهني اقل في الدهنيه، يعني مثلا موندو، ممكن تستعملي مويست وان، اي كريم في الليسته اللي احنا قلنا عليها قبل كده. لكن ما تروحيش لاكتر مرطب دهني ما ينفعش تحطيه على بشرتك الدهنيه وتحطيه. رقم 3 المرطب المائي مش مناسب لبشرتك. دلوقتي انتي واحده بشرتك جافه، جل الصبار هيعمل لك ايه؟ اكيد مش هيعمل لك حاجه. رقم 4 بتطبقي طريقه الخلط غلط اصلا. كنا واضحين جدا في طريقه الخلط في ال3 فيديوهات اللي احنا عملناها، وقلنا ان احنا بنحط المفروض بكميات متساويه، لكن لو بشرتك في يوم حسيتي انها مدهنه زياده فهتزودي المرطب المائي عشان نقلل من الافرازات الدهنيه، ولو حسيتي ان بشرتك جافه في اليوم ده شويه هتزودي من المرطب الدهني، وهكذا. لكن بقى بلاقي بنات ان هم بيخلطوا بمزاجهم، يعني اي حاجه على اي حاجه. طيب دلوقتي انت استخدمتي الروتين كله ووشك ضرب حبوب وانت مش عارفه تتصرفي ازاي، ولا عارفه تحددي المشكله من الغسول ولا من المرطب الدهني ولا من المرطب المائي. طريقه سهله جدا، كل اللي هتعمليه انك هتدخلي تغسلي وشك بالغسول وتطلعي تستني ربع ساعه. لو ابتديتي تحسي ان وشك بيحرقك زياده عن اللزوم يبقى المشكله في الغسول. لو الالتهاب ده او الاحمرار ده هدي بعد المرطب يبقى كده تمام. بعد ما الربع ساعه تعدي هتقسمي وشك نصين، نص هتحطي عليه المرطب الدهني والنص التاني هتحطي عليه المرطب المائي، وتشوفي مين اللي هيحرقك اكتر. لو المرطب المائي هدالك الحبوب والاحساس بالالتهاب اللي انت كنتي حاسه بيه وقت الغسول راح، يبقى المشكله كانت في المرطب الدهني ولازم هو اللي يتغير، ولكن الغسول والمرطب المائي تمام. لو المرطب المائي زود المشكله ونشف بشرتك يبقى المشكله كانت في المرطب المائي رقم 1 يتغير، وبعدين نبص للغسول وبعدين نبص للمرطب الدهني. حطي عليها المرطب الدهني، لو هديت يبقى الغسول تمام والمرطب الدهني تمام، المرطب المائي فيه مشكله. كذا بتثبتي منتج كويس وتختبري المنتجين التانيين. رقم 5 وده اشهر سبب كل اللي قالوا ان تحدي 28 يوم ما نفعش معاهم كانوا بيعملوها غلط، وهم انهم ما بيحطوش كمية مناسبة من المرطب، زي الفيديو اللي احنا عملناه عن ازاي تحطي المرطب بالطريقة الصح، وهي الطريقة انك تشبعي بشرتك من المرطب زي ما شرحنا ليه احنا بنعمل كده اصلا في حلقة الغسول. واكاد اجزملك انك لو تخطيتي ال5 مشكلات اللي احنا اتكلمنا عنهم النهاردة تحدي 28 يوم هيوريكي بشرتك كأنك بتشوفيها لأول مرة. هستنى رأيكم في الكومنتس، ولو حد عنده أي سؤال يسيبولي سواء في الكومنتس أو في الدي ام، أنا على طول برد عليكم، ولما بيبقاش عندي وقت بأجلها للوقت اللي أنا برد عليه فيه. إن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة. باي.